كلية العلاج الطبيعي هي علوم الرياضة، لو فاكر إنهم نفس التخصص فلازم تسمع الكلام ده. أولاً كلية العلاج الطبيعي دي واحدة من كليات القطاع الطبي، وهدفها الأساسي تأهيل وعلاج المرضى بعد الإصابات أو حتى بعد العمليات، وكمان مساعدة مرضى العظام أو الأعصاب وغيرها كمان من التخصصات الطبية. وعشان كده الدراسة فيها بتعتمد على علوم طبية متعمقة زي التشريح ووظائف الأعضاء إلى جانب التدريب الإكلينيكي داخل المستشفيات. وبعد التخرج بيبدأ الخريج مساره المهني كممارس للعلاج الطبيعي، ومع الخبرة بيبدأ يتدرج لحد ما يوصل لاستشاري علاج طبيعي. أما بقى بالنسبة لكلية علوم الرياضة فهي بتنتمي للمجال الرياضي، وبتأهل الخريج إنه يشتغل كمدرب للياقة البدنية أو مثلا مدرب رياضي أو مدرس تربية رياضية. ودراستها بتركز على علوم التدريب واللياقة البدنية وتحسين الأداء البدني وطرق إعداد الرياضيين. وده معناه إن خريج علوم الرياضة هيبقى مؤهل للتدريب الرياضي، لكنه مش بيمارس العلاج الطبيعي أو التأهيل الطبي، لأن ده اختصاص مهني مختلف تماما. ودلوقتي بقى أنت حابب تختار إيه؟ لو نفسك تشتغل في المجال الطبي وتساعد المرضى فالعلاج الطبيعي هو الاختيار المناسب ليك، أما لو شغفك في الرياضة والتدريب فعلوم الرياضة هو الأفضل ليك. ولو حابب تعرف الفرق بين أي كليتين تانيين اكتبوا لنا في الكومنتس، واحنا بقى هنعمل عنهم حلقة كاملة.